استغفر الله العظيم يا رب. انا كان مالي بس ومال الزرع والقمح والدراس والتراب والقرف ده. منكم لله يا بتوع الزمالك، شردتوني وجبت له الفقر. السلام عليكم يا استاذ شيكابالي. لا مؤاخذه اتاخرت عليك. اصل جفشه اتصل عليا بعد الفجر وكان بيدرس شويه جمح، رحت عملتهم معاه. وبعدين اني مش قلت لك ما تبداش دراس غير لما اجي لك؟ يا عم ما انا قاعد مستنيك من صباح ربنا، وعمال اعطل في الراجل بتاع الدراسه علشان ما يمشيش، وبعدين لقيت حضرتك اتاخرت فقلت للراجل يشغل الدراسه. امال انت كنت فين كده بعد ما خلصت درس مع قفشه؟ رحت سمعت ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا. اني قلت ان هلاقيك هناك، كنا نسمع الماتش مع بعض وبعدين نطلع على الدراس. يا سي عباس، قصدي يا سي شيكا. يا عم روح اتنيل انت والزمالك ده. انا خلاص شلت ايدي من موضوع الزمالك ده، وقلت اشوف مصالحي واشتري لي قراطين ازرع واقلع فيهم. المهم، عمل ايه الزمالك مع بتوع السيراميك؟ للاسف يا معلم شيكا اتعادلوا مع سيراميكا 2-2 كالعاده يعني، مع انهم مشوا بسيرو ملك التعادلات وجابوا الكابتن ايمن الرمادي، وما فيش فايده. اللي فيه ده التعادلات لو جابوا له حتى كارلو انشيلوتي برضه هيتعادل. بقول لك ايه، ولا هينفع معاهم ايمن الرمادي ولا خالد البنفسجي، وكويس انهم بيتعادلوا ومش بيتهزموا. اصل بتوع الزمالك دول الفقر بيدور عليهم بمغناطيس. سيبك انت من الكلام ده يا شيكابالا. هو النادي الاهلي ملك الدوري وملك كل البطولات. ده هو دلوقتي اللي متصدر الدوري بعد ما بتوع بيراميدز اتهزموا من فاركو والبنك الاهلي. انا بقول لك ايه، الا مين هو اللي واقف على الدراسه بيلجم هناك ده؟ ده الواد ناصر منسي، كان ليا عنده 300 جنيه وعمال يماطل ومش راضي يديهم لي، فرحت جبته وقلت له تعالى ادرس معايا القمح ومش عايز منك ال 300 جنيه. ناصر منسي؟ لا حول الله. الله ينور عليك يا سي ناصر. هاجي الجم مكانك شويه كده، اصبر شويه. يعني ينفع كده برضه يا سي شيكا تخلي ناصر الاسطوره يقف على الدراسه كده؟ ده جاب جون النهارده في سيراميكا وبقى هداف الدوري. بلا هداف بلا زفت، يجي يا عم يشتغل بلقمته احسن. وبعدين ما الواد امام عاشور جايب 11 جون برضه، يعني ناصر منسي هداف الدوري مكرر زي الاول مكرر في السنه وكده ملوش لازمه. سيبك من امام عاشور وناصر منسي دلوقتي. انا عايز اعرف انت كده خلاص مش هترجع الزمالك تاني وهتعتزل، ولا هتكمل، ولا هتعمل ايه بالظبط؟ يا عم انا هقضيها كده، شويه في الغيط هنا وشويه في النادي، يمكن ياخدوا بطوله ولا حاجه، ابقى اروح اعمل لهم الاحتفال الايقوني بتاعي. وبعدين انت هتفضل ترغي وتهري في الكلام؟ انجز يا عم بقى، خلينا نخلص شويه القمح دول. انا برغ وبهري يا سي شيكا؟ طيب والله ما انا مشتغل معاك ولا مساعدك كمان. يلا، وهاخد كمان ناصر منسي معايا. يلا يا معلم ناصر، تعالى نمشي ونسيبه لوحده كده يشتغل هو في الدرس لوحده.